ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض شغل الافران بقى. احنا عالمين وخلاص عرفنا ان كل حاجه ينفع تتعمل في البيت بكل سهوله وبانضف واجمل الخامات بجد على ايدينا، احنا اللي عاملينها وواثقين فيها وعارفين مضمونها، عارفين كل مكوناتها وعارفين احنا بنعمل ايه بالظبط. فمفيش انضف من كده بجد. بتنسليق الحادق ده حاجة خطيرة بجد، يعني ينفع مثلا مع كوباية شاي في الفطار، ينفع مع كوباية شاي بلبن، ينفع عشاء، ينفع أعياد ميلاد، حاجة حتى كده جنب الجاتو وجنب التورتة. بجد طعم وهمي، احنا اللي عاملينه بايدينا في البيت، مش صعب خالص خالص. انتوا هتشوفوا دلوقتي معايا المكونات هتقولوا يعني هو ده اللي احنا بنشتريه؟ بجد خطير واحسن كمان من اللي احنا بنشتريه. بجد اطعم وانضف واحسن، مش عشان انا اللي عاملاه بس، انا متاكده ان هو هيعجبكم جدا. دي الكميه اللي انا عملتها، وكمان كان في صاج في الفرن انا ما صورتوش، بس كميه بجد كبيره ما شاء الله، من نص كيلو دقيق بس. نص كيلو دقيق بس طلع لي الجمال ده كله. معايا 180 جرام زبده بدرجه حراره الغرفه، بيضتين، نص كوبايه ميه دافيه، ومعايا نص معلقه صغيره من الكمون، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، ومعلقه كبيره ملح بس مش مليانه قوي. ده نص كيلو من الدقيق جميع الاغراض. لو في دقيق مخبوزات مفيش مشكله خالص خالص، عادي نشتغل بيه، ما هو اصلا اساسه مخبوزات. في العجين حطيت النص كيلو، وهحط كل حاجة على بعضها، الملح والسكر والكمون والخميرة كله على بعضه. هديله تقليبة كده بالمعلقة، نقلب بس كده يعني كله يخش مع بعضه في الدقيق. وهحط البيضتين وهحط كمان الزبدة، بس المية مش هحطها كلها، يعني انا هحط جزء. انا عندي نص كوباية مية دافية عشان الخميرة تشتغل وتتنشط معايا، بس برضو يعني في نفس الوقت مش هحط كل كوباية، يعني كل نص كوباية المية. خليت حبة صغيرين كده على جنب، احتمال يعني العجين ما ياخدهمش، يعني الدقيق ما يشربهمش. طبعا احنا عارفين المعلومة دي وبأكد عليكم فيها وقلتها كتير قوي في فيديوهات كتير قوي، ان يعني مش دايما الدقيق بيشرب كل كمية السوائل زي بعضه. فاحنا هنشوف بقى الاحتياج بتاعه هياخد نص كوباية المية كلها ولا لا. هنفضل نعجن كده. طبعا الكف ده احنا اللي بنستخدمه، الكف ده للمخبوزات، للبيتزا، للمعجنات. وطبعا ينفع نشتغل طبعا في طبق العجن بايدينا، يعني ممكن نعجن بايدينا، ممكن نحط كل الكلام ده في طبق وننزل بيه على الرخامة او الترابيزة نكمل عجن كده. مدة العجن مش أقل من 10 دقايق يا جماعة، يعني خدوها كده قاعدة ليكم، إن المخبوزات بالذات لازم تاخد حقها في إنها تتعجن كويس جدا، مدة متقلش عن 10 دقايق، ما تقلش عن 10 دقايق. بالشكل ده هترتاح وتبقى كويسة معانا، تبقى لينة، نفردها تبقى كويسة معانا، ما تروحش تشد مننا زي الأستك كده وتمط معانا وترجع وتدينا أشكال كده يعني غريبة شوية. وطبعا تاني معلومة، لازم نريحها وقت كافي. زي ما انتم شايفين كده العجان كان هيجري مني. فطبعا بنعجنها كويس قوي. طبعا انا همسكها بايديا اشوف العجينه، طبعا دي ميزه ان احنا بنعجن بايدينا فبنشوف الحاجه عامله ازاي. طبعا انا لما مسكتها حسيت ان هي لسه محتاجه شويه، فبرضه هحط معلقه، في مقدار معلقه كده من الميه الدافيه زي ما انتم شايفين. حطيت شويه صغيرين زي ما انتم لاحظتوا كده، انا ما حطيتهاش برضو كلها. واول ما اشغل العجان هتحسوا كده ان الميه بوظت شكل العجينه، وان هي اتلخبطت كده ويعني تحسوا ان هي يعني باظت يعني. بس لا، انا من عجن، من كتر العجن هتلاقوا ان هي بقت تمام، يعني خلاص هتمسك مع بعضها وتشرب بعضها وهتتجانس وهتلم مع بعضها، تبقى عجينه كتله واحده. لاحظوا معايا، انا كل ما بعلي العجان اصلا بتحسوا ان العجان يعني هيجري مني. فبفضل اعجن زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم واكدت عليكم ان المخبوزات مش بس ممكن نعجنها في العجين، لا احنا ممكن نعجنها عادي على ايدينا، مفيش اي مشكله، في طبق عجن ونشتغل، على ترابيزه ونشتغل، اي حاجه ممكن نشتغل عليها مفيش اي مشكله. خلاص هي لمت كده معايا، وانا طبعا همسكها زي ما انتم شايفين كده. انا قلت بقى ايه، اديها عجنه كمان كده، يعني شاورت عقلي كده وقلت ان انا اديها كمان عجنه كمان عشان محتاجش ان انا اعجنها تاني. خلاص وكده تمام. اتعجنت بقت زي الفل وحلوه جدا، والعجان نضف وما عادش فيه اي حاجه في الاجناب، وكده معناها ان هي خلاص كده تمام. بس انا برضو هوريكم ازاي انا بعجنها على ايدي، عشان اللي ما عندوش عجان يعني يعرف طريقه العجن بتاعتها ايه، وفي تركايه هقول لكم عليها وانتوا بتعجنوا على ايديكم. والتركايه دي مهمه جدا، بس انا ما عملتهاش قدامكم لسبب هقول لكم عليه دلوقتي. اديني نزلتها على الترابيزه اهي، وبفرد العجينه وبلم، افرد ولم، افرد ولم زي ما انتوا شايفين كده. افضل بقى طريقه للعجن المخبوزات ان احنا نمسكها بايدينا كده على ارتفاع عالي، ونخبطها على الرخامه كده، ونمسكها تاني ونفضل نخبطها. بس انا طبعا لو كنت عملت الحركه دي كان الموبايل وقع على الارض عشان بصور وكده، فما كانش ينفع ان انا اعملها. وطبعا العجان قام بالواجب فكان كله تمام. خلاص تمت ال10 دقايق عجن زي ما انتم شايفين كده، وهرجعها تاني مكانها في بولة العجان.
وهريحها. هي فيها الخميره بتاعتها بس انا مش عايزاها تخمر، انا يعني محتاجه ان هي ترتاح بس، وهي نص ساعه مش اكتر. وهكون مشغله الفرن على درجه حراره 150 150 يا جماعه، مش 180، 150. خلاص. وطبعا خد وقت كافي في ان هي ترتاح، نص ساعه تمام كده. اول ما خلاص تمت النص ساعه بالثانيه، مش بالثانيه، بالثانيه، اطلع العجينه بتاعتنا وابدا اشكل فيها. طبعا عجينه الباتونسالي ديت تتشكل وتتحط في الفرن على طول قبل ما تخمر، يعني ما ريحهاش حتى كمان، على طول زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى ان انا اشتغل في العجينه، هفردها. طبعا احنا الاول لازم نفضيها من الهواء اللي فيها، ما ينفعش خالص نشتغل فيها من غير ما نفضي كميه الهواء اللي فيها اللي هي ارتاحتهم طبعا. فبفكر يعني هقطعها زي ما هي كده ولا اعملها رول. فخلاص يعني استقريت ان انا هقطعها على شكل رول كده، هعملها رول واقطعها قطع صغيره. طبعا الباتونساليه ما بنسيبوش يرتاح خالص، فاحنا هنقطع بسرعه، يعني يا جماعه نبقى شغالين بسرعه يعني فوق الفائقه كمان عشان ما يتخمرش مننا. هنقطع كده كل قطعه صغيره زي ما انتم شايفين، وهنرصها بقى عشان نجهز ونبدا نشتغل فيها. طبعا هنرفعها على ارفع حاجه، نخليها رفيعه خالص، لان احنا يعني هنخلص اول واحده على ما نبدا في اول واحده وننتهي لاخر واحده هتكون برضو تخمر حاجه بسيطه، هيخش الفرن من حراره الفرن. هي لا برضو معانا حاجه بسيطه، بس احنا طبعا لازم نكون شغالين يعني زي ما قلت لكم بسرعه فوق الفائق، عشان انا مش عايزاه اصلا يرتفع. بصوا بقى معايا، لاحظوا انا هبدا بقى اخد اول واحده اشتغلت فيها قطعتها وهفردها، ارفعها على ارفع حاجه. يا جماعه رفعوا كمان، لان احنا طبعا يعني برضو هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشتغل بسرعه، بس اكيد يعني هترتاح مننا، فده حاجه مش مستحبه. بس نشتغل بسرعه فوق الفائقه كمان، لان احنا مش مستحب ان الباتونساليه يعني يرتاح او يتساب خالص، يدوبك نشكل بسرعه بسرعه وندخل الفرن يستوي على طول. طبعا احنا قلنا درجه الحراره 150، وهنحطها في الرف الاوسط. شايفين بتتشكل بكل سهوله ازاي. ممكن ناخد مقاس وممكن نعملها اشكال كده، يعني ايه بالتقريب كده، بس انا حبيت ان انا اعملها معاكم الشكل زي ما يكون يعني قريب من شغل الافران. دي كميه طبعا بتاعتنا كلها. وكان في برضو حبه في العجين كنت سايباهم يرتاحوا شويه، عملوا لي حوالي 15 بوتنساليه وكده. اكون مجهزه بيضه واربها مثلا مع معلقه خل صغيره، اربها كويس، ودي الوش بتاعها. ده بعد ما دخلتها الفرن، ما اخدتش معايا يعني 7 دقايق بالظبط. طبعا عندي الفرن بيسوي حاجات وحاجات كده، بس تمام. ايه دي البتنسلية، دي شغل الافران، عملناه بكل سهولة، تحفة بجد، حاجة من ولا حاجة. بجد كان عاجبني جدا وعجب الولاد الحمد لله، وشكله وطعم ملوش حل بجد والله حقيقي بدون مبالغة. احلى واطعم 100 مرة من الافران. وكمان عندي حبة على جنب كده لتاني يوم عشان اشوف القرمشة بتاعتها لسه زي ما هي. فعلا فضل كأنها لسه طالعة من الفرن. طعم وريحة كان فوق الوصف والله بجد. هتجربوها وانتوا بنفسكم هتتأكدوا من كلامي وهيعجبكم، وهتعملوا اكتر من نص كيلو كمان. وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو انزله في وقته. واعملوا لي متابعة على الفيسبوك. ودمتم بألف خير وهنا وسعادة. باي باي.